في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، خاصة الجرائم العابرة للحدود والماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمراد رايس من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني. العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى بلديتي الدار البيضاء والرويبة بالجزائر العاصمة، مختصة في تهريب سلع أجنبية الصنع متمثلة في هواتف نقالة ذكية وإدخالها عبر الحدود الشرقية للوطن، يقودها شخص من جنسية أجنبية مقيم بالجزائر. استغلالا للمعلومات الواردة وبعد تكثيف عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن تخزين السلع المهربة، ليتم بعدها وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة في ظرف وجيز. العملية أسفرت على توقيف 4 أشخاص متورطين، من بينهم 2 من جنسية أجنبية، وحجز 25,000 هاتف ذكي، 1800 سماعة بلوتوث، 1200 سماعة أذن، 350 ساعة ذكية، جهاز GPS، 3 سيارات سياحية، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.